الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا طبعا الجو الشتوي البارد ده عايز أكلة كده تكون حلوة تدفينا. فقلنا النهاردة مع بعض نعمل كده حلة محشي، ان شاء الله تعجبكم لو عملتوها بالطريقة اللي انا عملتها بها دي كده. تابعوا الفيديو للآخر وشوفوا انا عملتها ازاي وهتدعوني ان شاء الله. والله طلعوا شوية محشي ما فيهم غلطة. نبدأ كده مع بعض. بسم الله. هنعمل حتى عندنا هنا بصل انا عاملاه في الكبة، مش ناعم قوي ولا خشن قوي. دول تقريبا بصلتين عاملاهم في الكبة، وحطيت شوحتهم كده مع شوية زيت على النار في الحلة، ونزلت بشوية فلفل الوان زي ما انتوا شايفين كده، الموجود احمر اخضر اصفر، الموجود عندكم يعني، ما تكلفوش على نفسكم. بعد كده ما شوحتهم وبدأوا يدبلوا مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، نزلت باتنين دورق عصير طماطم. تكون على طماطم حلوة ومسكرة كده، انتوا عارفين ان هي كويسة عشان المحشي طبعا بيحب الطماطم، وما تكون مسكرة بتفرق في المحشي جامد. سبتهم مع بعض كده بقى يتسبكوا، ونزلت بقى بالبهارات بتاعتي. عندي كده بهارات مشكلة 7 بهارات. عندي شطة، بابريكا، دي بتاع كزبرة مطحونة، كمون. البهارات المتاحة عندي نحطها. توم وبصل بودر فلفل. كل المتاح عندي من البهارات. في ناس بتقولك لا ما نحطش مع المحشي بهارات مشكلة بتغير الطعم، لا بس والله حطوا كده وايه وجربوا وقولوا رأيكم ايه. حطيت برضو كده معلقة كبيرة ملح، وهقلب كويس وهسيبها تتسبك تسبيكة حلوة كده لحد ايه نعرف ان هي اتسبكت ازاي، لحد ما الزيت كده يطلع على الوش الطماطم نعرف ان هي اتسبكت كويس. حطيت البهارات بتاعتي زي ما قلت لكم، كزبره ناشفه، توم، فلفل، بابريكا، بهارات مشكله. وعندي ده بقى السر فيه اللي ما يخليش بقى يعمل انتفاخات ولا اي حاجه، ويبقى خفيف قوي وجميل. عندي شويه نعناع كده ناشفين، هفركهم زي ما انتوا شايفين كده عشان طبعا اشيل لو في حاجه منهم خشنه او كده بشيلها. ونزلت بيهم على التسبيكه بتاعتي. وحطيت برضو شوية زعتر كده ناشفين برضو مع التتبيلة، عطوا يعني لو شميتوا ريحة التتبيلة دي بصراحة خطيرة خطيرة، ان شاء الله تعجبكم. هسيب بقى الطماطم تتسبك. وجيت كده تاني جبت 4 بصلات كده كبار، طبعا البصل بيحب المحشي، كنت برضو عاملاهم في الكبة، وحطيت عليهم نفس البهارات اللي انا حطيتها على التسبيكة بتاعتي. طبعا هتقولوا البهارات كتير، لا مش كتير، لان احنا لسه هنحط طبعا رز وهنحط خضرة وهنحط حاجات، فعشان ما تبقاش البهارات قليلة عندي ويبقى طعم المحشي مش حلو، بنزود شوية بهارات كمان على البصل بتاعي. هحط كده زي ما انتوا شايفين، وعندي برضو توم مطحون وشوية زيت ونفس البهارات اللي انا حطيتها على التسبيكة بتاعتي حطيتها، وهقلب كويس قوي التتبيلة دي كده مع بعض. يا ريت لو عجبكم الفيديو وصلتوا معايا لهنا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل جديد مني. ويا ريت تعليق حلو منكم كده وتقولوا لي رايكم ايه في الوصفات اللي انتوا جربتوها من القناه بتاعتي. قناه وصفات خفيفه، ويا رب اكون ان شاء الله كده عليكم خفيفه باذن الله. عملت كده المرته بتاعتي اهي وعملتها كويس قوي بايدي، وهبتدي بقى ان انا اضيفها على التسبيكه بتاعتي. شايفين اتسبكت وبقت جميله ازاي؟ والزيت طلع عليها، وده دليل على ان هي خلاص اتسبكت حلوه قوي. نزلت بالخلطه بتاعتي اللي هي البصل اللي انا حطيت عليه التوم، يعني حوالي راس توم كده حلوه. ودعكتها معاه ونزلت اهي على التسبيكه بتاعتي، وقلبت كده كويس قوي اهو. وحطيت عندي برضو شويه معلقه توم كده كمان، توم فريش كده طازه عشان يديه طعم حلو كده ويبقى طعمه وريحته جميله ان شاء الله. والله كانوا شويه محشي يعني انا مش عايزه اقول لكم، جربوا وانتوا قولوا لي رايكم فيهم ايه. بعد كده هبتدي بقى اعمل الفراخ اللي هناكلها مع المحشي. جبت كده فرخة وقطعتها 4 تربع زي ما انتوا شايفين كده، وقطعت الربع كمان على 2. وجبت شوية من التتبيلة اللي انا كنت عاملاها للمحشي اللي انا حطيتها على التسبيكة اللي هي البصل بالبهارات، وتبلت بيها الفراخ بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وزودت عليها شوية خل توم وبصل بودر، وتبلت بيها الفراخ بتاعتي زي ما انتوا شايفين، دعكتها كويس قوي قوي، وسبتها في التتبيلة دي ساعة. طبعا دي نوع من التتبيلات الكتير اللي موجودة على القناة بتاعتي. ادخلوا على القناة وانتوا هتلاقوا انواع كتير وانواع في التسبيكات والتتبيلات كتير قوي للفراخ، ان شاء الله تعجبكم باذن الله. غسلت بقى الرز بتاعي كويس قوي، ونزلت على
الرز بتاعي بالصلصة اللي انا عملتها للمحشي. طبعا انا عشان الصلصة ما تبقاش كتير فعملت الرز وغسلته بدأت انزل بالخلطة بتاعتي واحدة واحدة، علشان لو لقيتها كتير ممكن ان انا اسيب منها شوية ابقى اعمل بهم مثلا شوية محشي كده صغيرين في وقت تاني. قلبت كده الرز بتاعي كويس في الخضار بتاعه في التسبيكه بتاعه الطماطم، ولقيت ان هو لسه محتاج شويه صلصه فزودت الصلصه. بصراحه هي الكميه اخدت الصلصه بتاعه اللي انا عملتها كلها نزلت بيها. شايفين يعني الشكل نفسه حكايه والله، شكل التتبيله. ولو انتوا شميتم اللي معايا كده، لو في ريحه بتوصل لكم والله يعني ما شاء الله، يعني هو مش مدح في نفسي بصراحه، بس هي بجد كانت يعني فعلا تحفه. زودت كده الملح ظبطت الملح وبدات ان انا احط الخضره بتاعتي. انا كنت مجهزاها عندي في الفريزر، شبت وبقدونس وكزبره ومقطعاهم. وطبعا كميه الخضره ممكن تقولي كتير، لا هي مش كتير، لان المحشي بيحب الخضره الكتير، كل ما تزودي فيه بيكون احسن. وتحط له كده شويه زيت وتقلبي بقى كده تقليبه حلوه، وشويه زيت اهو على الوش كده نيين بيدوله طعم بصراحه خطير، هيعجبكم ان شاء الله. وهبتدي بقى ان انا احشي المحشي بتاعي اهو زي ما قلت لكم. هنظبط الملح بتاعه وحطيت لهم شويه توم برضو وبصل بودر، وهبتدي ان انا احشي ورق العنب اهو. يعني فردت كده حاجه في الارضيه عشان ما تلزقش وما تتحرقش معايا. وهبتدي ان انا احشي ورق العنب. طبعا كنت مجهزه ورق كرنب ومجهزه ورق عنب. شايفين الورق العنب بتاعي ده انا مخزناها بطريقه، لو انتوا عايزين تعرفوا الطريقه اللي طالع بها زي ما يكون جاي من على الشجره دلوقتي حالا قوليلي في التعليقات وانا اقول لكم ان انا مخزناه ازاي. طالع والله اكنك جايباه من على الشجره وفي من الموسم بتاعه. بدات ان انا احشي كده وفردت الارض. طبعا لما تيجي تحشي المحشي خلي اللي في الارض يكون هو الاخضر وايه. وبدات بقى ايه تعملي كده طبقات، طبقه كرنب وطبقه الاخضر بتاع الكرنب وطبقه ورق عنب. ولما خلصت الحله بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي بقى انزل بالشوربه بتاعتي. طبعا اللي انا كنت عامله برضو كده شويه شوربه علشان اعمل. فحطيت الشوربه على المحشي، غطيته لحد اخر صف كده، يعني ايه ما نخليهوش يعني ما نزودش الشوربه قوي، نخلي كده الطبقه اللي فوق كده تكون باينه زي ما انتوا شايفين كده. وغطيت عليه وسبت. جبت بقى الفراخ بتاعتي اللي انا سبتها في التتبيله دي ساعتين، حطيتها في صينيه اهو، ونزلت بالتتبيله كلها وحطيت عليها شويه كركم كده يدوها لون وريحه وطعم حلو. ونزلت كده بنص كوبايه ميه ودخلتها. ممكن تسويها على عين البوتاجاز بتغطيها وتسويها على عين البوتاجاز على نار وسط كده، او تدخلها الفرن برضو تغطيها وتدخلها الفرن. بعد المحشي بتاعي ما غلي هديت عليه النار وسبته استوى زي ما انتوا شايفين كده. طالعين شويه محشي والله زي اللوز. جربوها كده في الجو الحر ده البرد ده، وشوفوا كده رأيكم ايه وقولوا لي في التعليقات رأيكم ايه. وان شاء الله لو والفراخ بتاعتي شايفين طالعه جميله ازاي بعد ما سويتها وحمرتها، طالعه جميله وطعمها تحفه والشكل بس كفايه لشويه المحشي دول والفراخ دول يستاهلوا بقكم ويستاهلوا ان انتوا تجربوهم وتقولوا لي رأيكم ايه. يا رب الفيديو النهارده يكون خفيف عليكم وتجربوا وصفتي كده وتعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني جديد. وفي النهاية بقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه.